يا أهلا بمحب الريفيوهات المختلفة والمميزة. معكم محمود سيد في قناة مهندس الألعاب. يلا بينا نشوف ريفيو النهاردة عن إيه. يا صباح الخير. ريفيو النهاردة مش هيعرفوا غير محبي البابجي أو الناس اللي بتحب الأسلحة المختلفة والمميزة. لو أنت بتلعب بابجي هتعرف نوع السلاح ده إيه. نوع السلاح ده إيه. وقف الفيديو انزل اكتب في التعليقات تحت. فعلا السلاح ده اسمه كار. اوكي. مشهور جدا في البابجي، بس النهارده مميز شويه غير تقليدي. ليه بقى؟ عشان نشوف ايه المميزات اللي فيه. نبدا نفتح الكرتونه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح افتح افتح. مبدئيا الكار ده من افضل العاب ممكن، او بالتالي ام 20 اعلى، صح مش كده؟ الخبطات بتاعته واو. ايه الجمدان ده. بس كده؟ لا، في تاني. بعد ما طلعناه من الكرتونه كانت المكونات بتاعته كالاتي. اول حاجه بيجي الكفر ده، وتقيل جدا ما شاء الله عليه. اوكي. التعميره بتاعته من هنا كده، وباين عليه القوي يعني. اوكي. تيجي الخزنه بتاعته، وبتيجي بتهيألي ده البوز اللي قدام. اوكي، هنعرف ازاي بيتجمع دلوقتي. وده الكاتم. وده سكوب كام ده؟ 8 صح؟ سكوب 8. ودي الذخيره بتاعته. اوكي. يلا بينا نبدأ نجمعه. هو مبدئيا تجميعه باين عليه ان هو ايه، معقد حبة. بس على مين؟ اهو كبداية كده. نبدأ نجمع أشياء كالآتي. واو، ايه الجمدان ده. جمعنا الشكل ده منه كده. يا نهار أبيض، ايه ده. يجي طوله ممكن نقدر نقول الطول بتاعه متر. واو. نيجي دلوقتي لفترة إن إحنا عاوزين نعمل الذخيرة أو نملي الذخيرة. إزاي بنملي الذخيرة؟ بصوا، جاي معاه كيسين. أوكي. بشكلين مختلفين. هنا البوز ده غير البوز ده، وبالتالي الدرجة دي أغمق من دي بشوية. وجاي طبعا الحزام بتاعه. يلا بينا نبدأ نملي الذخيرة بتاعتنا الأول. بص، نبدأ نملي الذخيرة بالشكل ده كده. اوكي. هما جايين يجي 20 طلقة من دي. اوكي. وجايين 6 من دول. ده الفارق بتهيألي شبه الحقيقي بالظبط. واو.
بس كده. دلوقتي السلاح اصبح جاهز، يلا بينا نخبط اول خبطة منه. بص كده، عايز اوريكم حاجة كده. بصوا هنا ايه اللي هيحصل هنا اول ما هنخبط الطلق. اوكي، محصلش حاجة، لا اهو. اوعى. وده الريفيو عن سلاح النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. السلام عليكم.